مصر كلها والوطن العربي وكل الناس من امبارح ما بيكلموش غير على شخصية محببة عظيمة كبيرة، راجل من، مش عايزة أقول من رجال السينما المصرية، لكن رجل خليني أقول بيكتب تاريخ المعاصر للحياة المصرية، مش سينما بس، للحياة المصرية حتى في مقالاته. أعماله وكتاباته خالدة في وجداننا جميعا. طبعا ما ينفعش ان احنا نخلي الأستاذ وحيد حامد ما بين قوسين هو سيناريست، لا، هو أكبر من كده وأعظم من كده. هو صحيح كتب سيناريوهات عديدة لأفلام مهمة تعتبر كلاسيكيات حاليا للسينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة، لكن هو مش سيناريست، هو أكبر من كده، وده اللي هنتكلم فيه في خلال هذا اللقاء. أستاذ وحيد يمكن في الفترة الأخيرة الله يرحمه كان تعب قوي. هو رحل عن عمر بيناهز 76 عام، بس هو في الفترة الأخيرة كان حقيقي تعبان قوي. يمكن هو دلوقتي ارتاح. الكل كان حريص على وداعه في مشهد بيؤكد قد ايه هو بيحظى بحب واحترام الجميع، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. خلونا نتكلم على الأستاذ العظيم وحيد حامد من خلال لقائنا بالناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني أنا مش عارفة ابتدي مع حضرتك منين بالظبط على الأستاذ وحيد، لكن خليني أخد المشهد اللي الكل بيتكلم عليه من امبارح، مشهد الوداع في مهرجان القاهرة السينمائي. يعني هذا المشهد قبل مهرجان القاهرة السينمائي كان كلنا بنتساءل هل أستاذ وحيد هيقدر يجي يحضر تكريمه ولا لا، لأن احنا كنا عارفين إن هو تعبان وكان في حالة صحية صعبة. ولكن يوم الافتتاح كل اللي بيطلع على المسرح الناس بتسقف له بشكل طبيعي. ساعة المخرج شريف عرفة ما طلع كنا عارفين ان هو بيقدم اسم وحيد حامد، ده طبيعي ان شريف عرفة يعمل كده. مجرد ما نطق باسم وحيد حامد من قبل ما يظهر على المسرح، من قبل ما يظهر، ساعة ما كان بيقول وحشني الشغل معاه، كانت كلمة فظيعة، أستاذ وحيد حامد، كلمة وحيد حامد من غير اتفاق، بدون أي اتفاق، واحنا قاعدين في المسرح كل الناس قامت تقف وهو داخل ماسك العصاية وبيتحرك بصعوبة. هنا أقدر أقول الحب والاحترام كانوا في هذا المشهد عنوان هذا المشهد. جه أستاذ وحيد لما اتكلم شكر كل الناس واتكلم على بداياته والناس اللي أثرت في حياته وأعماله، الكل كان بيبص لبعضه على أساس هو ده تكريم ولا وداع، وكأنه بيودعنا، بيقول لنا يا جماعة أنا عندي كشف حساب خلال هذه الفترة الطويلة. بعد الحفلة خلاص كل الناس راح تسلم عليه، لكن بعدها بيومين كان ليه ندوة، وفي هذه الندوة شوفي كل اللي قاعدين جميع الأجيال موجودة، جيل وحيد حامد، الجيل اللي بعده، الجيل الشاب، مفيش حد تخلف عن هذه الندوة. هو كمان ادى مساحة، انا عايز اتكلم معاكم، انا بقول لكم انا عشت حياتي ازاي، حبيت ايه يا جماعة، انا عايزكم انتوا تطوروا الفن بعد وهكذا. كأنه بيقفل كل الحسابات الموجودة. شوفي اللحظة اللي هو قام فيها عشان يمشي، كل الناس كانت بتتسابق، اللي عايز يسلم عليه، اللي عايز يسنده، اللي عايز اي، يعني كل الناس مجرد يبقى قريب منه من وحيد حامد. في نقطة كانت غريبة جدا، ممكن وحيد حامد كإنسان ما يعرفش كل الموجودين، ال1000 واحد اللي موجودين دول ما يعرفهمش واحد واحد، لكن كل الناس الموجودة كانت حاسة ان وحيد حامد جواها. يمكن علشان بيتكلم بضميرنا بلساننا، بيقول حالنا، يعني ده هيخليني اوصل للنقطه اللي كنا قبل الهوا على طول بنتكلم فيها. استاذ وحيد لو نتابع كده اعماله الاذاعيه، السينمائيه، التلفزيونيه، يعني احنا كنا
انا واستاذ احمد قبل الهوا بنتكلم انه مسلسل الجماعه واحد اتذاع 2010 وجمل، ده في جمل على لسان الفنان الكبير ربنا يديله الصحه عزت العلايلي، والله احنا شفناها في 2011 و2012 و2013، الجمل بتتقال هي. هل هو من خلال اعماله كان بيقرا اللي هيحصل، شايف اللي هيحصل، قادر يوصل يركب اللعبه؟ يعني في كل اعمال استاذ وحيد اللي بيحصل بعد كده هو اللي بنشوفه في العمل الفني اللي اتذاع قبلها. بعض الكتاب الكبار كل ما كبر كل ما حس ان هو مثقف زياده فبيخاطب فئه النخبه. وحيد حامد واحد من الاخرين اللي هو ايه، كل ما كبر كل ما حس ان هو طالع من طينه هذا البلد، فلما بيتكلم مع الناس البسطاء. كان ليه مقوله حلوه يقول انا لما باجي اكتب فيلم او مسلسل وكاني بكتب جواب لامي، الست البسيطه اللي في البلد دي لما تفهم الجمل اللي انا كاتبها، الكلمات اللي انا كاتبها، الناس لازم تفهم العمل الفني اللي انا بقدمه. فعشان كده تبسط جدا في اعماله، عشان كده وصلت لوجدان الناس. النقطه الثانيه، وحيد حامد يمكن وانت بتقدمي بتقولي كتاباته والكلام ده، انا تقدري تشبهيه بجبارتي العصر السينما. ليه؟ هو بيؤرخ للتاريخ المصري بأفلامه، بكل أفلامه. كمان هو عنده ميزة أخرى، استشراف المستقبل. حضرتك تتكلمي على الجماعة، أنا لو رجعت قبل الجماعة الفيلم بتاع طيور الظلام والحوار ما بين رياض الخولي وعادل إمام مع حفظ الألقاب، قال له احنا بنتكلم عايزينك في خدمه الانتخابات، احنا مش باصين على العالي زي احنا باصين على النقابات. هنا النظره الثاقبه، وده اللي حصل. احنا مش عايزين الكبير، احنا سيب لنا النقابات. الكلام ده كان سنه 94 تهيألي الفيلم ده. بعد 16 سنه ولا 17 سنه شفنا ده قدامنا صوت وصوره وفعل ولا لا؟ يبقى هو كان سابق هذا العصر، عنده نظره مستقبليه كبيرة جدا، فاهم الناس دي رايحة فين. لما يجي في سنة 92 أو 93 ويعمل مسلسل اسمه العائلة ويورينا خطورة هذه الجماعات، بتفكر ازاي، بتجند الناس ازاي، بتتعامل في المجتمع ازاي، من سنة 93. وفي دم الغزال برضو، ما دم الغزال بعد برضو سلط كله كل يعني أعماله فيها استشراف للمستقبل. لما يجي في الجماعة قبل ما نتكلم على الجمل، في حاجة جميلة جدا. هو عمل جماعة 1 و2، ولكن الجماعة 1 و2 في عصرين مختلفين. يعني في أوج مجد جماعة الإخوان هو عمل الجماعة 1 واتذاعت وهم هاجموه بشراسة وهو واقف صامد، لأنه كان يحمل قضية، فكان واقف صامد وبيدافع عن وجهة نظره، وكل أصحابه والمثقفين وقفوا معاه. يمكن الجماعة 2 اتذاعت بعدها بفترة طويلة، ولكن في الجماعة 1 كانت لسه جماعة الإخوان في أوج مجدها، اللي هي ماسكة النقابات وماسكة كل الحياة، ومع كده هو ما خافش. فارس، والفارس لا يخاف. بعد كده شفت الجماعة 2 وشفنا اللي حصل، الجمل اللي فيها والمحاضر الموجودة في هذا العمل اللي احنا شفناه حقيقي، اللي احنا شفناه. إذن وحيد حامد كان عنده النظرة المستقبلية الجميلة، ويبسط الجمل أو الكلمات إن هي توصل لرجل الشارع البسيط. عشان كده أفلامه قبل اختراع كلمة ترند، يعني كلمة ترند تقريبا في ال4-5 سنين اللي فاتوا، لكن قبلها مين ينسى جملة أحمد زكي أو جملة وحيد حامد على لسان أحمد زكي في اضحك الصورة طلعت حلوة، اللي هو انتوا بالنسبة لكم كل حاجة بعقد، لكن احنا بالنسبة لنا كلمة بحبك عقد. صح، عقد. كلمة أنا عايزة أتجوزك عقد في عرف الناس البسطاء. سناء جميل الله يرحمها لما بتقول له ده احنا صغيرين قوي يا سيد، قال لها لا يما احنا كبار بس مش عارفين
نشوف نفسنا ازاي. مش ده لسه الناس بتفتكرها من 22 23 سنه قبل اختراع الترند؟ ده قيمه وحيد حامد حقيقي. عايزه اقف، انا عايزه اقول للساده المشاهدين ان بدايه استاذ وحيد لما جه مصر كانت باذاعه، وكان مسلسل طائر الليل الحزين. كان مسلسل حلو قوي. من نجاح المسلسل خدوه وعملوه سينما. طائر الليل الحزين طبعا محمود مرسي ومحمود عبد العزيز يعني ده فيلم، وعادل ادهم، ويعني فيلم مجموعه غير طبيعيه. بس ده هيخليني اوصل ل برضو في فتره مهمه جدا في حياه استاذ وحيد، وانا بعتبر الفيلم ده كلاسيكي ويدرس، لان التوليفه اللي كانت فيه استاذ وحيد، عاطف الطيب، احمد زكي، محمود عبد العزيز، عمار الشريعي. عرفت فيلم ايه؟ البريء. 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 يعني لما اقول البريء طبعا البريء ده من اول ما بيخش تترات الفيلم بمزيكه استاذ عمار وامشي بقى لغايه الاخر خالص طبعا. بجمل. دي محطه كانت مهمه جدا، مع انه كانت قضيه في غايه الصعوبه ان يتم طرحها. يعني أنا هبتدي من الآخر للأول. هذا الفيلم تحديدا عشان يذاع، الفيلم الوحيد في تاريخ السينما المصرية اللي اتعمل له عرض خاص، حضروا 3 وزراء مع بعض عشان يقرروا الفيلم ده ينزل ولا ما ينزلش. كان وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير الثقافة، تقريبا سنة 85 86. لكن تعالي بقى للفيلم. هل انت شفتي عسكري في السينما زي أحمد زكي؟ يعني احمد زكي، استاذ سعيد شيمي، سبع ابو الليل. احمد سبع الليل. احمد سبع الليل. احمد سبع الليل. طبعا استاذ سعيد شيمي ربنا يديله الصحه، كان هو ممدوح عبد العليم كمان. مش عايزه ممدوح طبعا مش عايزه انسى حد يعني، لانه فيلم رائع. لا، وفي جميل الهام شاهين، في صلاح قبيل، وفي مجموعه كبيره. بس استاذ سعيد شيمي بمره بتكلم معاه فقال لي واحنا بنصور في محطه مصر، الناس افتكرت احمد زكي عسكري فعلا، مش تهريج، ان هم يعني ده مش ممثل، هم اتعاملوا معاه ان هو عسكري. ليه؟ الشكل العام والتصرفات هو بتاع الجندي. تعالي بقى للشخصية المرسومة للفنان محمود عبد العزيز، في غاية الروعة في بنائها الدرامي. الشخصية دي فيها جزئين أغرب من بعض، سويتشنج، كان بيعمل سويتش بالظبط. هذه الشخصية في بيته الإنسان الوديع الحبوب اللي ابنه ممكن يركب فوق ظهره ويمشي، ومراته تتكلم معاه ازاي، وساعة ما يروح شغله ينقلب تماما ويبقى إنسان عنيف بشكل غير طبيعي. يعني هذه الشخصية محمود عبد العزيز عمل فيها مجهود غير طبيعي. الفيلم كتوتال. صلاح حسني، حسن حسني. مثلا انا بفتكر دلوقتي الفيلم عمال كادراته بتيجي في دماغي. طبعا هنا بقى الكيمياء اللي كانت موجوده ما بين مع حفظ الالقاب وحيد حامد، عاطف الطيب، ثم احمد زكي، محمود عبد العزيز، مجموعه الابطال، انا ما شفتش زيها بسهوله. لا، وكملت بموسيقى عمار الشريعي. يعني دي كانت برضو يعني الاغاني اللي في الفيلم والمجموعه بترددها، ومحمد رؤوف، معبره لوحدها. حقيقي. احنا بنتكلم على اغاني حتى الان من افضل الاغاني داخل الافلام في السينما المصريه. طيب حكي برضو يعني شوف، احنا بنتكلم كنا على البريء، على افلام يعني والجماعه. تعال نشوف بقى، هو خد شق فني مرح، لكن غطاه ازاي؟ لو هنقول الراقصه والسياسي. يعني حتى هذه اللحظه اسعدني الحظ من سنتين ان احضر الراقصه والسياسي بجوار استاذ سمير سيف عليه رحمه الله واستاذ وحيد حامد. كنا في بانوراما السينما الاوروبيه، او كان في اسبوع معمول لافلام احسان عبد القدوس وحيد حامد والمجموعه، فكانوا الاثنين موجودين، فكنت بتكلم على الفيلم ده. الجمل اللي فيه غريبه جدا. لا، ده في حوار بين صلاح قبيل والاستاذه نبيله عبيد.
رايح جاي رايح جاي، انت بترقص بطريقتك وانا برقص بطريقتي، يعني في هذا الحوار حتى الآن الناس حافظاه. ايوه، ما انا بقول لك حافظاه. اهو. كمان الجمل اللي فيه غير طبيعية، جمل غير طبيعية بجد. هذا الفيلم يعني أستاذ سمير سيف بيقول لي الفيلم ده أعادني للحياة، كان عمل فيلم قبله وفشل. اللي هو كان فيلم ايه؟ تقريبا الجاسوسة التي أحبتني أو حاجة كده، أو الشيطانة التي أحبتني، مش فاكر بالظبط. قال لي فبعدها عملت الفيلم ده أنا ووحيد حامد، كان قاعد معايا ساعتها، فده رفعني لمرتبة تانية. ده بلسان أستاذ سمير سيف عليه رحمة الله. الفيلم ده من أجمل الأفلام اللي فيها أنت كنت بتستني المقابلات ما بين نبيل عبيد وبين صلاح قابيل. في جملة قالها أستاذ صلاح قابيل عايز بيحكي على اللي حصل له. قال له أنت عارف لما يكون في، شوف المثل، لما يكون في شغالة أو خدامة صحتها مساعداها تستفرد في بسجادة في بلكونة بمنفضة منفضة نازلة. صحيح صحيح. أنا ما أعرفش هو جاب الجملة دي إزاي. يعني التشبيه ده بصراحة ما تلاقيهوش غير عند وحيد حامد، ثم بعد كده أستاذ محمود أبو زيد برضو عليه رحمة الله. ولكن هنا الفيلم متكامل بشكل كبير. الفيلم ده فيه نقد سياسي، فيه كوميديا غير طبيعي، كوميديا الموقف، تمام، فيه المتعة، حقق إن حب أو احترام النقاد وفي نفس الوقت الجمهور، وجاب إيرادات كبيرة. طيب، ما عايزة برضو بقى أجي جزئية يعني يعني كانت علامة فارقة، خليني أقول الإرهاب والكباب. هو قبل الإرهاب والكباب كان في فيلم آخر اللي هو اللعب مع الكبار. أيوة، ده كان بداية تعامل أستاذ شريف عرفة مع أستاذ وحيد حامد وأستاذ عادل إمام. كان في الأصل المعالجة اللي كاتبها وحيد حامد على أساس إن هي تبقى مسلسل إذاعي، ولكن عملها فيلم، واختار شريف عرفة كان لسه جديد، دي فيلمين ثلاثة، ثم اختاروا عادل إمام. هذا الثلاثي لما نجح نجاح غير طبيعي، كان بعدها على طول عمل الإرهاب والكباب. شوفي الإرهاب والكباب، المدلول السياسي اللي داخل في هذا الفيلم وبشكل اجتماعي كوميدي. يعني أنا مش هقول عادل إمام بس، أستاذ كمال الشناوي كان مبدع. أتذكر الراجل اللي كان الأستاذ عبد العظيم عبد الحق، صح؟ اسمه طبعا في الأتوبيس اللقطة طبعًا. معاه في الأتوبيس بالجملة اللي قالها. طبعا جملة طبعًا. هو طلع في لقطة، طلع في لقطة ولكن بس هي اللقطة، يعني الجملة اللي ماستر اتقالت سين. بالظبط. لا أستاذ عبد العظيم عبد الحق لقطة الأتوبيس دي مكتوبة باسمه. وبعد كده شوفي كل اللي موجودين عملوا ايه. حتى الفيلم نفسه بيقولك ايه في اخر مشهد، يعني يا جماعة انتوا ما تبصوش لمين عمل ايه، لكن دور على الاسباب. هو في الاخر عادل امام بيقول ايه؟ انا مواطن بسيط، انا عايز بس احترام. كل اللي انا عايز اعيش باحترام. احنا لو قعدنا نتكلم طول اليوم مش انا عندي حاجات كتيره، وطبعا نفسنا نتكلم فيه، بس للاسف وقتنا بيخلص. لكن عايزه اقول حاجه صغيره قبل ما اختم مع استاذ احمد، انه انا دايما كنت بشبه قعده استاذ وحيد حامد في المكان اللي بيقعد فيه على النيل. هو كان يعني زي الاستاذ نجيب محفوظ، حرافيش نجيب محفوظ، حرافيش في حرافيش وحرافيش وحيد حامد، لان هو كانت له قعدته. هو كان يصحى الصبح يروح المكان ده يفضل يكتب. على فكره الترابيزه دي ما كانش حد بيقعد عليها غيره، سواء هو موجود او مش موجود، على مدار عقود حقيقي. اللي عايز استاذ وحيد كان بيروح له هناك، وهو ما كانش بيرفض طلب لحد. هو كان راجل عظيم. وبرضه اسمحوا لي بقى بشكل شخصي، انا يعني انا بقدم العزاء لاستاذتي الاعلاميه الكبيره مدام زينب سويدان في وفاه زوجها حبيبها من زمان الاستاذ وحيد حامد، وايضا المخرج الشاب ان شاء الله اللي يعني يكمل بقى المسيره مروان حامد. بقدم لهم كل العزاء. الله يرحمه. الله يرحمه. انا بشكر الناقد الفني استاذ احمد سعد الدين، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نورتنا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون خلصت حلقتنا من صباح البلد. نشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 8 صباحا حتى ذلك الموعد. الى اللقاء.